فوزي القجع يطرد الجزائر من تنظيم كأس إفريقيا 2028 ويقدم ملفا ثقيلا. ومدرب زامبيا يرد على جنوب إفريقيا بشأن المغرب يحضر ملفا ثقيل لتنظيم الكان ديال 2028. ما نقولوش في الجيب كيف كيقولوا هما، ما نقولوش دينه، غادي نقولوا انه المغرب كيحضر واحد الملف ثقيل. طبعا الكان لاكاف كتمشي على الملفات بحال كما حدث في هذه النسخه ديال الكان الحاليه. الجزائر ناورت راوغت، انا ما نقولش نفس المنافسه من حقها، المنافسه امر شريف، ولو انتصرت علينا الجزائر مثلا وكانت هي اللي انتزعت التنظيم بشكل شريف في اطار منافسه شريفه، غنقول لهم حظ سعيد وما ما تلقاش عندي غرام ديال المشكل. ولكن حاولوا هما باش يعرقلونا، باش يعكسونا، باش انه يخلقوا لنا مشاكل مع لاكاف الى غير ذلك. لكن في اخر المطاف الحمد لله هو المغرب منظم واحسن نسخه في التاريخ، احب من احب وكره من كره. المغرب الان قرر باش يتقدم يعني بالترشح بعد اعلان موثق عن الاصلاحات الجديده اللي هضرنا عليها. وهذه النسخه بحكم ان عندها واحد الرمزيه وعندها واحد الدلاله كبيره، قرر المغرب باش يقدم واحد الملف اللي هو ثقيل جدا في اطار واحد الاستراتيجيه الرياضيه مغربيه واستعداد كذلك لتنظيم المونديال. يعني ان احنا مقبلين على المونديال، حدث استثنائي، حدث كبير، حدث ثقيل. فالمغرب خصو يتدرب، لا بغينا نقولوا، على تنظيم ديال التظاهرات الرياضيه.